5 عناصر مهمة جدا في الستوري بورد لازم تعملها، وخامس واحدة مهمة جدا في شغلك. أول حاجة وهي بتكون رؤية واضحة قبل التصوير، بدل ما تروح اللوكيشن وأنت مش عارف هتصور إيه وإزاي. الستوري بورد بيدي المخرج والمصور فكرة واضحة عن كل مشهد، وده بيقلل الارتباك وبيحسن الإنتاجية. تاني حاجة وهي بتوفر الوقت والفلوس. التصوير العشوائي بيكلف وقت طويل، لكن مع الستوري بورد كل شيء بيكون مخطط من قبلها، فبيقلل من كتر الإعادات وبيوفر في الميزانية. تالت حاجة وهي بتحسن التواصل مع الفريق، سواء كنت بتشتغل مع مصورين أو ممثلين أو حتى فريق إضاءة. الستوري بورد بيسهل عليهم فهم رؤيتك بدون لخبطة أو سوء فهم. رابع حاجة بتحدد فيها حركة الكاميرا والزوايا المناسبة، عايز لقطة كلوز ولا حركة، كل ده بيتحدد في الستوري بورد، فمش هتضيع وقت تجارب الزوايا العشوائية أثناء التصوير. خامس حاجة وأهم حاجة هي تسهيل عملية المونتاج. لما تصور وانت عارف ترتيب المشاهد والزوايا هتلاقي عملية الإنتاج أسهل بكتير، وهتقدر تنفذ الفيديوهات بالأسلوب اللي انت متخيله من البداية. سؤال ليك، انت استخدمت الستوري بورد قبل كده في تصويرك؟ جاوبني في الكومنت، ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف كل جديد.